السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هناخد تاني درس منهج الالجبرا، اسمه relations and functions. طيب يعني ايه relation؟ The relation from set x to set y is a connection that connects some or all the elements of set x with some or all the elements of set y, and it is denoted by r. يعني هي علاقة بتربط ما بين الاليمنتس بتاعت الاكس مع الاليمنتس بتاعت الواي، وبتاخد السيمبل ار. طب يعني ايه الكلام ده؟ هنفهم بأول اكزامبل معانا ان شاء الله. بيقول if x عبارة عن set of 1 و 2 و 3 وال y عبارة عن set of 3 و 4 و 5 و 6 and r is a relation from x to y where a or b means a plus b equals 6 for every a belong to x will b belong to y. State the relation r and represent it by an arrow diagram. طيب يعني ايه بقى الكلام ده؟ هو بيقول لك ان ال r دي علاقة relation ما بين ال x وال y، وال a r b means a plus b equals 6. يعني ايه؟ يعني العلاقة اللي بتربط ما بين ال a وال b، بحيث ان ال a دي طبعا اي element من ال x وال b دي اي element من ال y، تكون العلاقة ما بينهم إن ال A plus B equal 6. يعني أي element من ال X plus أي element من ال Y يدينا 6، دي معانا في ال relation. طيب عشان نجيب set of relation نجيبها ازاي؟ أول حاجة ال 1، نجرب ال 1. ال 1 مع 3 مش هيدينا 6، مع ال 4 لأ، مع ال 5 يبقى 1 و 5 معانا. طب 1 و 6 لا مش هيدينا 6، يبقى كده خلصنا من ال 1. طيب ال 2 مع ال 3 لا، ال 2 مع ال 4 هتدينا 6، يبقى 2 هناخدها مع ال 4. تمام. طيب ال 2 مع ال 5 لا، ال 2 مع ال 6 لا برضه. طب ال 3 مع ال 3 هتدينا 6، يبقى ال 3 مع ال 3 معانا في الريليشن. طيب ال 3 و 4 مش هتدينا 6، 3 بلس 5 لا، 3 بلس 6 لا، يبقى كده احنا خلصنا الريليشن. تمام. فاحنا كده جبنا الشرط اللي هو عايزه ان ال A بلس ال B يدونا 6. يعني لو جربت اي ordered pair، عملت ال first projection وال second projection plus هيدوك 6. تمام. كده جبنا relation، وعايزك تعمل لها represent بالarrow diagram. تمام. احنا اخدنا الarrow diagram المرة اللي فاتت، كنا بنعمل 2 rectangles هنا ال x وهنا ال y، هنا في 1 و 2 و 3، هنا في 3 4 5 و 6. أول ordered pair 1 و 5، يبقى ناخد line من 1 ل 5 ونعمل الأرو. اللي بعده 2 مع ال 4، ال 2 أهي وال 4 أهي. تمام. اللي بعده ال 3 مع ال 3، يبقى نعمل كده أرو من ال 3 لل 3. تمام. كده خلصنا أول example. الإكزامبل ده بيقولك if ال x equal set دي وال r is a relation on x where ال a r b means a is the additive inverse of the number b. For every a belong to x will b برضه belong to x. State ال r then represent it by an arrow diagram and Cartesian diagram. طيب يعني ايه بقى؟ هو هنا عايز ان اولا دي علاقة بين ال x ونفسها. تمام. وبيقول لك ان ال A is the additive inverse of the number B. يعني ايه additive inverse الأول؟ ال additive inverse يعني مثلا ال 2 ال additive inverse بتاعها ايه؟ negative 2. ال 5 additive inverse ايه؟ negative 5. يعني ببساطة بتغير الإشارة. طب ال negative 1 يبقى 1 عشان لما تغير إشارتها. طيب بالمرة ال multiplicative inverse هي ايه؟ multiplicative inverse كنا
بناخد نفس الرقم نقلبه، يعني 1 هيبقى 1 over 2، 5 هيبقى 1 over 5، نيجاتيف 1 هيبقى 1 over نيجاتيف 1. يعني بنقلبه، بنحط 1 فوق ونحط الرقم اللي معانا تحت. تمام. طيب هو بقى عايز نجيب الار. ببساطة نجرب أول حاجة. طب الإكس ممكن نكتبها تاني هنا على جنب عشان تبقى قدامنا أكنها الواي يعني، بس هي برضه هنا هي الإكس. هنا النيجاتيف 2 وهنا النيجاتيف 1، هنا الزيرو وهنا الوان وهنا 2. تعالى نكتبها حتى واي مش مشكلة، بس نبقى عارفين إن هي طبعا أساسا إكس، بس تبقى واي عشان إيه، متعودين على الواي يعني. تمام. أول حاجة في الإكس نيجاتيف 2. نيجاتيف 2 إيه الأديتيف انفرس بتاعها؟ 2. طيب هل ال 2 موجودة في الواي؟ موجودة، يبقى نيجاتيف 2 معاها 2. تمام كده خلصنا من نيجاتيف 2. طب اللي بعده نيجاتيف 1 الأديتيف انفرس 1 موجودة في الواي يبقى نيجاتيف 1 و 1. اللي بعده الزيرو الأديتيف انفرس بتاعه ايه؟ هو الزيرو برضه موجود في الواي. ال1 الأديتيف انفرس بتاعه نيجاتيف 1 موجود معانا، يبقى نحطه. ال2 معاه الأديتيف انفرس نيجاتيف 2 يبقى نحطه ونقفل الست. كده جبنا ال R. بعدين عايز نعمل لها presentation by الارو diagram. ممكن عشان هنا دي علاقة ما بين الاكس نفسها نعملها بالطريقة اللي هي نعمل ريكتانجل كبير كده، نكتب هنا اكس، نحط الاليمنتس بتاعت الاكس. تمام. نيجاتيف 2 مع النيجاتيف 2 ناخد الارو. اللي بعده نيجاتيف 1 مع ال1 اهو. 0 مع 0، 0 مع نفسه، يبقى بنعمل لوب حوالين نفسه، سيركل كده حوالين نفسه. تمام. اللي بعده 1 رايحة للنيجاتيف 1، 1 مع النيجاتيف 1. تمام. اللي بعده 2 مع النيجاتيف 2، يبقى نعمل كده أو للنيجاتيف 2. تمام كده جبنا الأرو دايجرام. عايز كمان الكارتيزيان دايجرام، مفيش مشكلة. نكتب الفيرست بروجيكشن زي ما اتفقنا في الليسون اللي فات، فيرست بروجيكشن على الهوريزونتال لاين. طيب الفيرست بروجيكشن اللي هو الاكس نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2. second projection هو برضه الاكس، بنكتبه نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2، ونعمل الهوريزونتالز الفيرتيكالز. اول حاجه معانا نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 مع 2، نيجاتيف 2 فوق مع 2. اللي بعده نيجاتيف 1 مع ال1، نيجاتيف 1 مع ال1 اهي. اللي بعده 0 مع 0، 1 مع النيجاتيف 1، 2 مع نيجاتيف 2. تمام. باين له النقط كده. احنا كده جبنا الكارتيزيان دايجرام. طب اللي بعده if the opposite arrow diagram represents the relation R on X, state R then represent it by a Cartesian diagram. طيب هنا في المسألة دي عمل العكس، أعطيك هو الارو diagram بس بيقولك هاتلي بقى ال relation، يعني نفس المسألة اللي فاتت بالظبط بس العكس، حتى الإكس مع نفسها هنا اهي.
يعني الإكس هنا عاملة ريليشن مع نفسها وعايزين نجيبها. أول ordered pair نبتدي مثلا بالإي. الإي طالع منها arrow للإي، يبقى الإي معاها الإي. تمام. اللي بعده احنا كده خلصنا من ده. الإي طالع منها arrow للدي، يبقى A ودي. اللي بعده ال A طالع منها arrow للسي، يبقى A وC. تمام. طب نبص على الدي. الدي عاملة لوب مع نفسها، يبقى دي مع الدي. حلو. الدي كده خلصنا من ده. الدي طالع منها اول الاي، يبقى دي واي. تمام. خلصنا من ده. اللي بعده الاي. السي اسف طالع، لا جايلها ابو. السي جايلها ابو. طيب الاو ده جاي من ايه؟ من البي، يبقى البي مع الايه. اوعى تتلخبط كده زي ما انا عملت. الاو بيروح من الفيرست بروجيكشن للسكند بروجيكشن. تمام. واخر حاجة البي عاملة لوب مع نفسها. تمام. كده احنا جبنا الار. عايز كارتيزيان دايجرام ليها سهلة. الانس بتاعت الاكس هي A و B و C و D و E اللي هي الفيرست بروجيكشن، نحطه على الهوريزونتال. طيب السكند بروجيكشن هو ايه؟ عشان نحطه على vertical هو برضه الاكس. نحط A و B C D E. نعمل برضه horizontal lines vertical lines. تمام. ونحدد البوينتس. اول حاجة الاي مع الاي اهي، اي مع اي. اللي بعده الاي مع دي، اي مع دي. بعدها اي مع سي. بعدها دي مع دي اهي. اللي بعده دي مع الاي. الدي مع الاي اهي. اللي بعده البي مع السي، بي مع السي. اللي بعده البي مع بي. فين البي اهي، بي مع بي. كده خلصنا الكارتيزيان دايجرام، مبينين النقط اهو وكله تمام. اللي بعده يا باشا في المسألة دي بيقولك الإكس عبارة عن الست دي والواي الست دي and R is a relation from X to Y where A R B means A equal third ال B. For each A belong to X will B belong to Y. Write R and show that is a function and write its range. طيب نجيب أولا ال R عادي زي ما اتعودنا. الريليشن هي إن ال B لما نعمل لها times 1/3 تدينا ال A. طيب هنا المرة دي بقى ممكن نبتدي من ال B. ممكن نجرب الحاجات اللي في نضربها في 1/3 وتدينا أي element من الإكس. نشوف هتدينا ايه من الإكس. نجرب أول حاجة من الواي اللي هي 1. لما نعمل لها times 1/3 تدينا 1/3. هل في 1/3 في الإكس؟ لأ، يبقى كده ال 1 مش موجودة في الريليشن. تمام. اللي بعده 3 مع 3 لما تعمل لها times 1/3 هتديك ايه؟ تديك 1. هل في 1 في الإكس؟ في 1. يبقى دي أول حاجة معانا في الريليشن. ال 1 مع 3. تمام. كده 3 خدناها. ال 6 لما تعمل لها times 1/3 تديك كام؟ تديك 2. هل ال 2 موجودة في ال x؟ موجودة. يبقى ناخد 2 و 6. تمام. طب ال 9 لما تعمل لها times 1/3 تلت ال 9 كام؟ 3. طيب هل في 3 في الاكس؟ في 3. يبقى 3 وال 9. طب اللي بعده احنا كده خدنا ال 9. 12 لما تعمل لها times 1/3 تديك 4.
في 4 في الاكس؟ لا مفيش 4. يبقى خلاص على كده ونقفل الست. تمام. طيب ايه بقى موضوع ان تثبت او تشوف ازاي فانكشن ولا ايه نظامها؟ هو عايز يقولك انك تشوف ان هي فانكشن. ويعني ايه فانكشن بقى؟ فانكشن يعني اي relation بس ليها شرط ان الاليمنتس للاكس اللي هي الفيرست بروجيكشن، يعني اللي هي بتبقى في العادة اكس، اسمها اكس يعني. فاي elements موجودة في الاكس تكون موجودة في الريليشن، وما تكونش موجودة اكتر من مرة واحدة بس. طب يعني ايه؟ يعني مثلا هنا الاكزامبل ده معانا في الاكس اللي هي الفيرست بروجيكشن 1 و 2 و 3. تمام. طب دي الحاجات اللي موجودة في الاكس، الاليمنتس بتاعت الاكس دي لازم تكون موجودة في الريليشن كلها، كل الاليمنتس تكون موجودة في الريليشن. طب هل ال1 موجودة في الريليشن؟ موجودة اهي في اول واحدة. هل ال2 موجودة؟ موجودة. هل ال3 موجودة؟ موجودة. تمام. هل كده اطمنت ان هي فانكشن؟ لا، لازم تتأكد ان كل element موجود في الاكس موجود بس يكون موجود مرة واحدة بس، ما يكونش متكرر اكتر من مرة. فهل هما متكررين؟ لا، كل element من x موجود مرة واحدة بس. فدي فعلا هي function. وبيقول write its range. طب يعني ايه range؟ الرينج دي بتكون موجودة في الفانكشن. هي عبارة عن ال elements اللي موجودة في الريليشن اللي تبع الواي. الاليمنتس اللي موجودة في الريليشن اللي تكون موجودة تبع الواي. يعني ايه؟ يعني موجود معانا هنا في الريليشن في السكند بروجيكشن 3 دي تبع الواي، وال6 وال9 الحاجات دي اللي تبع الواي موجودة في الريليشن. الاليمنتس دول، الارقام دي هي الرينج. الثلاث ارقام دول هما الرينج. تمام. فالرينج هيبقى عبارة عن 3 وال6 وال9. تمام. يبقى تاني، الفانكشن هي لما يكون الاليمنتس بتاعت الاكس موجودين مرة واحدة بس في الريليشن. تمام. والرينج عبارة عن ايه؟ عبارة عن الاليمنتس بتاعت الواي اللي موجودة في الريليشن. حلو. تعال نشوف هنا المسألة دي. بيقولك which of the following relations represent a function from x to y if the relation represents a function, then find the function range. طب تمام. اولا عايزين نشوف انهي فيهم function. تمام. اول واحدة ال1 طالع منها arrow، وارو واحد بس مش اكتر من arrow، يبقى ال1 كده سليمة. ال2 طالع منها arrow واحد، تمام. ال3 طالع منها arrow واحد، يبقى كده اول واحدة دي فعلا function. طب اللي بعده في الاكس ال1 طالع منها arrow واحد، ال2 arrow واحد، ال3 arrow واحد، يبقى على طول دي function. اللي بعده الاكس طالع منها طالع هنا من ال1 2 arrows، يعني في الريليشن دي موجود ordered pair اسمه 1 و1، واحد تاني اسمه 1 و4. فال1 كده اتكررت مرتين، ال1 اللي هي تبع الاكس اتكررت مرتين، يبقى دي مش function. طب اللي بعده 1 طالع منها arrow وواحد، تمام. ال2 مفيش حاجة طالعة من 2 خالص، يبقى دي function ولا لا مش function. عشان احنا قلنا ان شرط الفانكشن يكون كل element من x موجود مرة واحدة على الأقل، يكون موجود مرة واحدة، مش على الأقل، لأ، يكون موجود مرة واحدة وبس. مينفعش يكون أكتر من واحد بس يكون موجود. تمام. فهنا أساسا التو مش موجودة، فالrelation دي مش function. تمام. وعايز الرينج للfunctions. طب أول واحدة الرينج نمبر 1 عبارة عن ايه؟
حاجات الواي اللي موجودة في الريليشن. هنا معانا ال1 وال9، ال4 مش في الريليشن، تمام، او مش في الفانكشن يعني. في نمبر 2 حاجات الواي موجودة في الريليشن 1 وال4 وال9، كل elements الواي موجودة في الفانكشن، تمام. في المسألة دي يقول show which of the following Cartesian diagrams represents a function, then mention the set of each function and its range. طيب أنهي واحدة في دول عبارة عن function؟ أول واحدة ال1 في ال first projection الelements بتاعت الإكس موجود فيها ال1، في منها element واحد ال1 موجودة مرة واحدة بس، تمام، وال2 موجودة وال3 موجودة وال4 موجودة وال5 موجودة. كل الاليمنتس بتاعت الاكس موجودة مرة واحدة، يبقى دي اسمها function. اللي بعده ال2 ال2 هنا متكررة مرتين، يبقى من غير ما تكمل دي مش function. طب نمبر 3 ال A موجودة وال B موجودة وال C موجودة وال D موجودة وال E كمان موجودة، يبقى دي على طول function، تمام. طيب ال R relation بتاعت نمبر 1 عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1 مع ال4 و ال2 مع ال3 3 مع ال8 4 مع ال6 ال5 مع 9، تمام. طيب الرينج بتاعت نمبر 1 هي ايه؟ حاول تفكر انت كده، سيبك انت تفكر في الرينج الموجود. تمام، كل elements الواي موجودة في الفانكشن، يبقى نحطهم كلهم 3 وال4 وال6 وال8 وال9، تمام. طيب في الدياجرام التالت عايزين ال relation. أول حاجة ال A معاها ال 3، ال B معاها ال 3، ال C معاها برضه ال 3، ال D برضه ال 3. ال 3 حشرة نفسها في كل حاجة. ال E برضه مع ال 3. نقفل الست، تمام. طيب الرينج هيبقى ايه؟ ايوه، هو عبارة عن ال 3 بس، 3 الطماع ده، يعني كده نعلم عليه طماع. اللي بعده if ال x equal 1 set of 1 و 2 و 3 وال y set of 2 و 3 و 7 and r is a relation from x to y where a or b means a plus b equal a prime number for each a belong to x will b belong to y. Write r and represent it by an r diagram وبيسألك لو ال r function ولا ايه نظامها. طيب يعني ايه prime number؟ prime number يعني أي رقم ما ينفعش أي رقم ما بيتقسمش غير على نفسه أو على الون، تمام. طيب واحدة واحدة كده.
relation هتبقى عبارة عن ايه؟ أول حاجة نجرب ال1 ناخد معاها ايه بقى؟ ال1 نعمل لها بلس البي، يعني 1 نجرب معاها 2 تدينا 3. هل ال 3 ده برايم نمبر؟ يبقى ال1 ناخد معاها 2. تمام. طب ال1 مع ال 3 تدينا 4، لا دي مش برايم. ال1 مع ال 7 تدينا 8، لا. يبقى كده خلصنا من ال1. ال2 مع ال2 تدينا 4، لا. ال2 مع ال3 تدينا 5، يبقى ال2 مع ال3 دي لما نعملهم بلس بعض هتدينا 5 اللي هو برايم نمبر، يبقى حققنا الشرط بتاعه. طيب ال2 مع ال7 هتدينا 9. هل ال9 ده برايم نمبر ولا لا؟ لا مش برايم نمبر عشان ينفع يتقسم كمان على 3. يبقى احنا كده خلصنا من ال2. تمام. ال3 مع ال2 تدينا 5، يبقى ده فعلا ال5 ده برايم نمبر، يبقى ناخد 3 و2. طيب ال3 مع ال3 تدينا 6، لا مش برايم. ال3 بلس 7 تدينا 10، لا. يبقى احنا كده خلصنا ونقفل الست. تمام. كده كتبنا الار، وعايزين نعمل لها presentation by ال arrow diagram. يبقى نحط هنا الاكس، وهنا ال y، هنا 1 2 3، هنا ال 2 و 3 و 7. أول حاجة معانا ال 1 وال 2، بعديها ال 2 وال 3، بعديها ال 3 مع ال 2. تمام كده خلصنا نمبر 1. طب في نمبر 2 بيقول if 2a are 3 then find the value of a. طب يعني ايه if 2a are 3 دي؟ لما تلاقي الشكل ده بص على اللي على يمين الار واللي على شمال الار. اللي معاك هنا اللي عطولك ان اللي على يمين الار 3. ايه اللي على يمين الار ده؟ مش اتفقنا اللي على يمين الار ده اللي هو البي عطولك اهو في ويبل الاي ار بي في الاول اهو، يبقى البي دي اللي هي تبع الواي. طيب هو ايه الاوردر بير السكند بروجيكشن فيها 3 اللي هي الاوردر بير دي اهي. تمام. طب هو بيقول لك بقى ان الفيرست بروجيكشن عبارة عن 2a equal ل 2a. طيب هو الفيرست بروجيكشن في الاوردر بير ده اللي هو ايه؟ ال 2، يعني ال 2 equal لل 2a. بس هو بس ايه حب ايه يلفلك حوالين الحتة دي. فهو بدل ما هو يعطيك ان 2a are 3، يعني الرقم اللي عطولك اللي given اللي هو 3، وعايز الناحية التانية 3 لقينا الاوردر بير اللي موجودة فيها في السكند بروجيكشن اللي هي دي 2 و 3، فالفيرست بروجيكشن اللي هو 2 فسويناه بالفيرست بروجيكشن اللي هو عطولك مع ال 3 اللي هو اللي عطولك في المسألة، فال 2a هتبقى equal لل 2، فال a من هنا هتبقى equal 1. تمام. المسألة دي if ال x equal 2 و 5 و 8 and ال y عبارة عن الست دي and r is a relation from x to y where a or b means a is a factor of b. For each a belong to x or b belong to y, write r and represent it by an arrow diagram and by a Cartesian diagram. وبيسألك is our function and why. طيب واحدة واحدة. يعني ايه ال a تبقى factor لل b؟ معنى ان ال a تبقى factor لل b يعني ان ال y اللي هو ال b يعني يبقى divisible لل a، يعني او divisible by ال a. يعني
البي اللي هو اي element من الواي يكون قابل للقسمة divisible by ال A. يعني مثلا اولا نكتب ال R، نبص هنا على الناحيتين، ال10 مع ال2 هل ينفعوا مع بعض؟ ينفعوا، لان ال2 ينفع تقسم بيها ال10، يعني ال10 divided by 2 هتديك رقم يعني رقم عادي integer. طيب اللي بعده ال2 مع 16 هل ينفعوا؟ ينفعوا. 16 ينفع تتقسم على الاتنين. طيب ال2 مع ال 24 تنفع. 2 مع 30 تنفع. طيب كده خلصنا من ال2. ال5 مع ال10 تنفع؟ تنفع. ال5 مع ال16 هل تنفع؟ لا طبعا ما ينفعش، مش هتدينا رقم عادي، مش هتدينا رقم طبيعي. طيب ال5 مع 24 لا ما تنفعش. 5 مع 30 هل تنفع؟ تنفع، يبقى نكتبها. ينفع تقسم 30 divided by ال5. يبقى كده جبنا ال R. تمام. وعايزين نثبتها نكتبها بالاو diagram. خلاص عملناها كتير، والكارتيزيان diagram عملناها كذا مرة. تمام. طيب هل ال R دي function ولا لأ؟ فكر كده معايا، function ولا لأ؟ مش function. ليه؟ علشان أول ما تبص على أول element في الإكس اللي هو ال2 أهو موجود تاني هنا، موجود تالت هنا كمان. ده إيه يا عم؟ في إيه؟ هي مرة واحدة بس، مش عايزينك غير مرة واحدة. لأ هو بقى إيه؟ فضل قاعد معانا، فما ينفعش دي على طول مش function. تمام؟ تمام. يبقى هي مش function علشان ال2 اتكررت كذا مرة، ده غير إن ال8 كمان مش موجودة. يعني هي not a function because the two repeated و ال8 وال8 مش موجودة is not in the relation. تمام. يعني كتبتها لك كده يعني، بس يعني عشان كشرح مش اكتر. يعني ده كده اي كلام عشان بس ايه فاهمكم بيه. طيب المسألة دي what the opposite diagram represents a function on x. Its ranges بيقول ان دي function ما بين الاكس، يعني عبارة عن relation ما بين الاكس ونفسها. بيقول لك ان هي function، يعني هو بيقول لك في وشك كده صريح ان هي function. طب بيقول لك الرينج بتاعها ايه؟ طب الرينج احنا قلنا ان هي الحاجات اللي في الواي اللي موجودة في الفانكشن. طيب الواي اللي هي هنا ايه؟ اللي هي الاكس برضه. فايه الحاجات اللي موجودة في الفانكشن تبع الاكس، موجودة في السكند بروجيكشن يعني في الفانكشن. طيب ايه الحاجات؟ بدل ما ده اول دايجرام يبقى نشوف الحاجات اللي رايح لها سهم. فايه الحاجات اللي رايح لها سهم؟ اولا الاي رايح له سهم. تمام. عشان في لوب ما بين الاي ونفسها. طيب والسهم اللي هنا ده من السي رايح للاي، يعني الاي برضه موجودة. تمام. واحنا كده خلاص الاي اخدناها مرة. طيب البي رايح منها سهم من الاي، يعني الاي برضه موجودة لثالث مرة، فهي يبقى مفيش غير كده معانا الاي. يبقى الشويس
number A، يعني حتى الشورت اسمه A. طيب if x عبارة عن set D وال y عبارة عن الset D وال r is a function from x to y. ال r function من ال x لل y where ال a or b means b equal a squared minus 1 for each a belong to x will b belong to y. Find the value of L where represent R by an arrow diagram. طيب الشرط بتاع ال relation إن ال b تكون equal a squared minus 1. طيب هو قالك إن هي function أصلا تمام. يبقى احنا بدل ما هي function يبقى ال elements بتاعت ال x كلهم موجودين في relation. تمام. يبقى وانا مطمن كده احط اول حاجة -2 وانا مطمن عشان بدل ما هي function هي لازم تكون موجودة. طيب احنا عايزين البي. ايه الحاجة اللي في البي لما تعمل للنيجاتيف 2 اللي هي تبع الايه لما تعمل لها سكويرنج -1 هتديك كام؟ النيجاتيف 2 لما تعمل لها سكويرنج هتدينا كام؟ 4. السكوير بيضيع النيجاتيف يدينا 4 ولما تنزل -1 يبقى هيبقى ايكوال 3. يبقى النيجاتيف 2 هناخد معاها 3. تمام. طب هل النيجاتيف 2 هنكتبها تاني؟ لا. ليه لا؟ عشان دي فانكشن والفانكشن الاليمنتس بتاعت الاكس مش بيتكرروا تاني، بتتكتب مرة واحدة بس وانت مغمض متكتبش نيجاتيف 2 تاني. يبقى نكتب على طول 2 مطمن ان هيبقى 2 موجودة لازم عشان دي فانكشن يبقى 2 موجودة. طيب البي ايه القيمة بتاعت البي؟ طلعها ازاي؟ هنعمل لل2 سكويرنج -1 نشوف الناتج 4 -1 تدينا برضه 3 يبقى نحط 3. تمام. طيب كده خلصنا من ال2 مش هنكتبها تاني. ال5 بقى ال5 معانا. طيب البي عايزين نطلعها نعمل ال5 سكويرنج ونعمل لها -1 يعني 25 -1 equal 24 يبقى ال5 هيبقى معاها 24. تمام كده احنا جبنا ال R. طيب هو عايز يسألك بقى على قيمة ال L. طب نجيبها ازاي؟ اولا احنا عايزين ال B هيبقى على حسب الريليشن اللي هو عطانا ال B هيبقى equal a squared minus 1. طب ما احنا جبنا ال B اهي في اخر واحدة كانت equal 5 squared minus 1. لما عملنا 5 squared minus 1 اللي هي 25 minus 1 طلعت معانا ب 24. يبقى ال L هي هتبقى equal لل 24. طب ليه بقى تاني؟ لأن لما نعمل لل 5 squaring minus 1 هطلع لنا ال B. ال B دي اللي هي 24. تمام. علشان مفيش في ال Y مش مكتوب 24 بس مكتوب L فهي استنتجنا إن هي ال 24. طيب نمبر 2 represent R by an arrow diagram. ال R عايزين نعملها بالارو diagram ببساطة. نعملها بسرعة كده. خلاص عملناها كتير. هنا ال X وهنا ال Y. هنا -2 و2 و5 هنا 3 و7 وطلعنا 24. عندنا أول حاجة -2 مع 3 -2 أهي مع 3 بعده 2 مع 3 2 مع 3 اللي بعده 5 مع 24 5 مع 24 اهي كده خلصنا المسألة دي. تمام. آخر حاجة معنا الشويس دي. if f is a function from the set x so the set y
to the set y then x is called. طيب احنا في المسائل اللي فاتت دي كلها في اي مسألة، يعني مثلا في الحاجات اللي في الاول مثلا مسألة زي دي هنا لما جبنا الفانكشن هنا طلعت ان هي فانكشن. تمام. في الحاجات اللي هي تبع الاكس كلها، الاليمنتس اللي في الاكس كلهم دول اسمهم الدومين. يعني ال1 وال2 وال3 هنا في الاكزامبل ده دول الدومين. يعني الدومين هنا equal ال1 وال2 وال3 اللي هي equal برضو الاكس. فهي دايما الدومين دايما الدومين equal اكس. طيب الكو دومين ده الحاجات اللي في الواي كلها كل حاجات الواي 6 وال9 وال12 كل حاجات الواي اسمهم الكو دومين. تمام. ف لما يكون معاك فانكشن، بس ده الكلام ده في الفانكشن بس، يعني اول ما تلاقي فانكشن تستنتج 3 حاجات: الرينج ودومين وكودومين. الدومين اللي هو الاكس، كل الحاجات اللي في الاكس موجوده في كل الاكس اللي موجوده في المساله هي الاكس يعني بالظبط. تمام. الكودومين كل الواي سواء موجوده في الفانكشن او مش موجوده، هي كل الواي بالظبط. تمام. الرينج حاجات معينه من الواي، ممكن تكون كل الواي يا سيدي مش مشكله، بس ممكن تكون برضه مش كل الواي، ممكن تكون elements معينه من الواي. تمام. زي مثلا في الاكزامبل ده طلعت معانا الرينج 3 و 6 و 9. تمام. طيب عايزين بقى نجاوب على أول سؤال. يقول if f is a function from the set x to the set y then x is called ايه؟ أيوة the domain of the function f. حلو. if f is a function from the set x to the set y then y is called. اتفقنا. أيوة الكودومين. الواي هتتسمى كودومين اللي هي second projection يعني. طيب if the relation are عبارة عن set of ordered pairs، أول واحد 4 و 3 واللي بعده 1 و 3 و 2 و 5. then R represents a function where its range is. طب تمام، هو قالك إن دي function. طيب هو عايز الرينج بتاعها بقى. الرينج اللي هما second projections اللي هما ايه؟ 3. هل أكرر 3 تاني؟ لأ. ليه؟ لأن الرينج بيبقى عبارة عن set، والست مفيهاش تكرار، يبقى عبارة عن 3 وال5. تمام. آخر example. if r is a function from x to y. تمام. and ال r طلعها بالشكل ده الأوردر سبيس دي، then ال a equal كام؟ طيب هو قالك إن الريليشن دي function، قالك كده إن هي function. تمام. أول ما يقول الفانكشن نستنتج حاجتين: إن الاليمنتس بتوع الواي، الاليمنتس بتوع الاكس موجودين مرة واحدة. تمام. كل الاليمنتس يكونوا موجودين مرة واحدة بس مش أكتر. تمام. والحاجة التانية إن الريليشن دي هنطلع منها 3 حاجات: الرينج الفانكشن، بدل ما هي فانكشن هنطلع منها الرينج بتاع الفانكشن ده، والدومين اللي هو الاكس، والكودومين اللي هو الواي. تمام. طيب هنا بيقولك ان هي فانكشن، يبقى كل الاليمنتس الاكس موجودين، 2 وال4 وال5 لازم يكونوا موجودين. طب هنا ال2 موجودة وال5 موجودة، اتبقى ايه؟ اتبقى ال4 اللي هي اول choice. تمام. كده خلصنا درس النهارده يا شباب، يا رب تكونوا فهمتوا، ميكونش في اي مشاكل. لو عندكم اي اسئلة سيبوها في الكومنتس او ابعتوا على جروب الفيسبوك. اشوفكم على خير
الحصة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.